لقد كنت في انتظارك. إذن الشخص المتحدث هنا أنا، وبالتالي نكتب I. لقد كنت نقول I have been، يعني لقد كنت في انتظارك waiting، والكاف هذه يعني نقول for you. I have been waiting for you. بالمناسبة إذا كنت مهتم بتعلم دروس اللغة الإنجليزية عن بعد تواصل معنا. لقد كنت أنتظر لفترة طويلة، يعني نقول الشخص المتحدث هنا أنا I have been، يعني لقد كنت أنتظر waiting. I have been waiting لفترة طويلة نقول for a long، يعني فترة طويلة، time، يعني كل هذه العبارة تؤخذ على هذا الشكل. I have been waiting for a long time. I've been waiting for you. I've been waiting for a long time.